القصة ديالنا هي قصة تهية اللي كانوا صحاباتها يخرجوا ليها على حياتها ومستقبلها. ونبغي نقول لكم ركزوا معايا مزيان في هذه القصة، حيت فيها عبر ودروس كبار غيفيدوكم بزاف. القصة من الواقع المعاش اللي يمكن توقع لأي وحدة فينا. ودابا نبداو قصتنا على بركة الله. أنا سميتي تهية. تهية. ملي تسمعوا هذا الاسم غادي تعرفوا بلي أنا بنت البادية. عندي 17 عام، كنقرا في الباك. وإلا كنت وصل للباك فهادشي كيرجع لخويا الكبير، خويا محمد، اللي قنع بابا باش نكمل دراستي تا وصلت للباك، حيت بابا كان قاصح بزاف، رافض الفكرة نهائيا. وعلاش غيقبلها؟ والبنات عندنا غير كيوصلوا 16 17 عام كيتزوجوا، البنات اللي قدي وبنات عمامي كلهم مزوجين ووالدين كاع، الا انا حلفت ما نتزوج، حيت عندي احلام وطموحات نحققهم. ودابا ما بقى والو ندوز الوطني وننجح، وانا متاكده غننجح ان شاء الله، حيت كنقرا مزيان وراسمه اهدافي وعارفه راسي شنو باغا. ولكن المشكل هو كيفاش غنقنع بابا نكمل قرايتي في لافاك. وما نكذبش عليكم، انا معوله غير على خويا محمد. نسيت ما قلتش لكم بلي خويا محمد مسكين قرا وكافح حتى هي، ودابا راه هو استاذ جامعي في فرنسا. عزيز عليا بزاف، حيت هو خويا الوحيد اللي عندي وكيتهلا فيا وكيحن فيا، وغيجي في العطله ومن هاني تقنع بابا، حيت بابا خرجوا عليه عمامي كيعمروه عليا، وتا هو ماشي من العاجزين، بغى مني غير غلط ولا يحصل عليا شي حاجه باش يجلسني من القرايه. اما اللي كيسول على ماما فراها كاينه الله يخليها ليا، انسانه ظريفه بزاف وحنينه، ولكن كلمتها ما كتعلاش على بابا، واللي قالها هي اللي كاينه، وما نلومهاش. مسكينه ظريفه بزاف وهكاك تربات. المهم هو ما مقصراش من جهتي. دازو ايام الله وانا غير مع المراجعه والمدرسه، من الدار للمدرسه ومن المدرسه للدار، داخله سوق راسي. تا من الصحابات ما عنديش بزاف، انا ماشي اجتماعيه بزاف وحدوديه. البنات اللي كيقراو معايا بيني وبينهم غير السلام وصافي. وصل النهار الوطني ومشيت دوزت، وانا كل حماس وثقه في راسي، واخا كان شويه ديال ستريس، ولكن انا عارفه مجهوداتي وديك المراجعه اللي درت ما غاديش تمشي على والو. دوزت والحمد لله داز كلشي مزيان. نهار الاخر في الامتحانات جيت خارجه تتلاقيت مع اسراء بنت كتقرا معايا، ظريفه وزوينه حتى هي. عيطات عليا تسلمنا وسولاتني كي دوزت، وبقينا كندويو انا وياها. وفي الاخر قالت لي الا كنتي غادي ديري لافاك وكذا تكري معانا باش نيتي نقص علينا الكرا ونتجمعوا في بلاصه وحده. الفكره اللي عجباتني، حيت انا كنت كنفكر في الحي الجامعي، ولكن الا بقيت هكا عمري ما غندير الصحابات. هذا الموضوع كان ديما كيدورونجيني وبغيت نتحدى راسي. ايوا مشيت في الطريق وبقيت كنفكر في الفكره نقنع بها خويا محمد وهو يقنع بابا. وصل نهار النتائج وانا كنت متوتره وخايفه، وماما كل شويه تقول لي رخفي على راسك، راه ماشي نهايه العالم الا كاع ما نجحتي شنو غيوقع. اما بابا كاع ما كان مسوق لوالو. وصلت 12 ديال الليل وانا باقا كنتسنى في النتائج يتلاحوا، مقابله مع البيسي ديالي كل مره كنطلع على السيت. تا اتى الفرج وعرفت بلي نجحت وخديت الباك ب15. الشي اللي فرحني وصونيت على خويا محمد فرحته وكل شيء، ولكن انا فرحتي ما كانتش كامله. كنت خايفه بابا ما يقبلش يخليني نكمل. دازو ايام الله كتيره وجا خويا محمد من الخارج، جاب لي عرام لي كادو الشوكولا. راه قلت لكم مهلي فيا بابا اللي فرح ليه، ما كاين غير ولدي محمد. اجا ولدي محمد، المهم افتخر بيه وعينيه كيلمعوا ملي كيشوفوه. حتى انا كنت باغا نشوف ديك النظره ديال الافتخار في عينين بابا، بلاص ديك نظره الاستهزاء وديك النظره ديال ما عمرك غديري والو بلاصتك في دار راجلك. ولكن انا متيقنه وثيقه في راسي بلي شي نهار غنحقق هذا الحلم ونشوف بابا مفتخر بيا. دازت سيمانه وخويا محمد باقي مفتح الموضوع مع بابا. إسراء مصدعاني، قالت لك الا ما بغيتش نكري معاهم يشوفوا وحده اخرى، وانا غير كلاهي فيها. اليوم غدا اليوم غدا، حيت دويت مع خويا محمد وقالت ليه بلي صحاباتي وغادي نبقاو نراجعوا نتوانسوا مع بعضياتنا ما يخاف والو. كنا جالسين كنتعشاو،
فجأة فتح خويا محمد الموضوع مع بابا قدامنا انا وماما. بابا اللي ما بغاش وبقى كيغوت وتعصب بزاف، وقال باللي انا راه كنت كنتسناها غير تاخذ الباك، وراه ولد عمها بغاها للزواج، وانا راه وافقت على هاد الشيء اللي صدمني انا وخويا وماما. ولكن ماما ما تصدماتش بزاف، حيت كانت ساقت الخبار، حيت الهضره دايره بين العيالات. انا عمرو عينيا بالدموع، ولكن خويا محمد ما استسلمش، حاول بجميع الطرق يقنع بابا، وبلي داك ولد عمي ما يصلحش بيطالي وما بلي. انا اللي ما قديش نسمع خرجت من تما. دازت ساعه، جا عندي خويا محمد وقال بلي بابا وافق باش نمشي نقرا، ولكن الا سمع غير شويه راه ما غيرحمنيش. انا فرحت عنقت خويا، حيت ديما كنشوفو بحال شي بطل كيعتقني. مشيت كنجري عند اسراء واتصلت بها، قلت لها بلي راه صافي، راه بابا وافق وغادي نكري معاهم. ايوا من بعد سافرنا انا وخويا باش يشوف الدار اللي غنسكنوا فيها، وشرى ليا كاع داكشي اللي غيخصني. خويا كان باغي يرتاح من جهتي، حيت هو بعيد، وإلا مشيت توصل تما راه ماشي بحال الا كان هنا. رجعنا للباديه وكلشي كان بخير، واخا انا وبابا علاقتنا ما كانش تلهيه، حاسه به ما عاجبو حال، ولكن انا كنت متحمسه وفرحانه، وما كنتش عارفه اش كيتسناني. وصل النهار اللي غنمشي فيه، ولكن انا وماما ما تفرقنا غير بالدموع. اما بابا فعنقته، قال لي باش نرد البال راسي وما نلوم غير راسي الا سمع شي حاجه عليا. كان كيف العاده بارد وقاسي، ومشى عند خويا محمد كيوصي عليا. انا ركبت مع خويا محمد في الطوموبيل وانطلقنا لوجهتنا، واللي كنت كنتسناها شحال، وكنت كل امل باش نبدل حياتي للافضل. وصلنا ولقيت تما اسراء اللي كانت حتى هي وصلت البارح. عاوني خويا محمد، طلعت البالز وطلعت كلشي، اما الماعن والسرير كان شراه ليا وديناهم قبل. جا الوقت فين يمشي خويا محمد، ولكن قبل ما يمشي شاف فيا وقال لي: تي هي، انا خوك، وقت ما بغيتيني تلقايني. الا كنت في نهاية الدنيا نجي حتى لعند رجليك، الا احتاجيتيني نخلي كل شيء ونجي لعندك، ولكن انا معاك في الصح. ولكن نهار تغلطي ما غاديش نجي في طريقك، حيت الثقة ديالي عطيتها لك مرة واحدة، وخصكي تقدي بيها. الكلام اللي توشاني بزاف وطلبت الله عمري نخيب ظنه فيا، حيت ديما وقف في ظهري، عمرو خلاني بوحدي. ومشى محمد من تما، وخلاتي هي تواجه مصيرها بوحدها. دخلت للدار، كانت 2 ديال النهار. إسراء كانت كدير الغدا وانا كنستف حوايجي، وكنقاد فيهم وكندوي وكنضحكوا. الصراحه اسراء طلعت ظريفه، هي كانت ديما كتحاول تقرب مني، ولكن انا ما كنبغيش، كنت كنرفضها وكنتهرب منها. سولتها على البنات الاخرين وقالت لي بلي راه ما غاديش يجيو دابا، وبلي هي راه تعرفت عليهم غير في الجروب ديال الفيسبوك واتفقت معاهم باش نسكنوا معاهم. داكشي علاش بغاتني نكون معاها، حيت ما كتعرفهمش. انا اللي تصدمت، حيت كان كيسحاب ليا بلي راه كتعرفهم، ولكن خبراتني بلي راه ظريفين وكدوي معاهم، وقالوا ليها بلي راه السيمانه الجايه غيجيو. كانوا 2 صحابات حتى هما دايرين القانون، واسراء دايره ليكونومي وانا درت اداب فرنسي، حيت كان كيعجبني وبغيت نتبع الطريق ديال خويا. ايوا خرجنا انا واسراء، درنا وتقدينا داكشي اللي كان ناقصنا واللي عجبنا. حسينا بطعم الحريه، خصوصا الباديه ما كان فيها فين ندورو، غير من الدار للمدرسه ومن المدرسه للدار. دخلنا للمحل ديال الحوايج ديال المحجبات، خدينا لينا انا واسراء، حيت كنا محجبات بطبيعه الحال وكنلبسوا المستور. ايوا ما دخلنا للدار حتى ل 11 ديال الليل، تعشينا برا وخلينا الدنيا باقي عامره. صلينا اللي فاتنا ونعسنا. هكا بداو كيدوزو الايام، مشينا لافاك وقرينا وتعرفنا على لافاك كي دايره، وكلشي هو هذاك. انا واسراء مفاهمين، كندخلوا مع بعضياتنا ونخرجوا مع بعضياتنا. اللي تبستل علينا ما كنتسوقوش ليه نهائيا. خويا محمد ما مخصصني من والو، وانا عاد حليت ليا الدنيا. داز ديك السيمانه، وصل النهار اللي غيجيو فيه دوك البنات. كان اثنين خاويه عندنا انا واسراء. ايوا سيقنا ليهم البيت ديالهم اللي كان خاوي، حيت انا واسراء كاينين في بيت وهما في بيت. الدار فيها 2 بيوت وكوزينه وحمام اعزكم الله. انا كانوا خاصني شي بوليكوبات في لافاك، خرجت نجيبهم، شريتهم وجلست في البيبليو كنراجع شويه. وصلت 6 وخرجت غادا للدار، حليت الباب وسمعت الضحك والتكركير والغنى اللي عمرنا انا واسراء شعلنا في الدار. كنا كنخدمو غير القران. دخلت، كنت تفاجأ ب2 بنات جالسين عندنا في البيت،
وحداهم إسراء. الروايح والشعر والمكياج والتقزاب والحالة حالة كانوا باينين بلي هكاك باش دخلوا، وبان الدهشة على ملامحي. الشي اللي فهماتو إسراء وحاولت تعتق الموقف، وقالت لي بلي هادي راه هند ومروة. سلمت عليهم وحاولت نبتسم حيت حشومة، وعرفتهم عليا وبلي سميتي هي. المشكل هو وحده فيهم بدات كتضحك وخرجات ليها. شفت فيها باستغراب وقالت لي بلي راه غير جاتها عجب وصافي. انا اصلا السميه ما كنحملهاش، كنشوف بنات كيقراو معايا سميتهم نور هكا هكا، الا انا سميتني هي. ولكن كانت ماما كتقول لي بلي بابا سماني على ماما الله يرحمها اللي هي جده. داكشي علاش الحاجه الوحيده اللي كانت كتخليني نتقبل هاد السميه. من بعد هادشي اللي طرا ما تسوقتش ليهم، بدلت حوايجي وتوضيت وصليت. عاونتهم إسراء تقدوا بيتهم ودخلوا ليه. أما إسراء اللي قربات عندي وقلت ليها واش نتي حمقى، شاد الماركة جبتي لينا. تأسفات إسراء الوضع حيت حتى هي تقلبات فيهم. قالت لي بلي خلصوا هاد الشهر نصبروا معاهم هاد الشهر ومن بعد نقلبوا على بنات اخرين. صافي اتفقنا على داكشي ووكلنا امرنا لله سبحانه وتعالى. ايوا ديك الليله نيت السيدات كسفوا على الحاله وخرجوا، ما رجعوا حتى للجوج ديال الليل. انا اللي سمعت السوارت والهضره تخلعت. انا حسب ليا شي حد داخل علينا. شفتهم هما اللي داخلين. تصدمت ولكن ما تسوقتش ورجعت نعست ودرت بحال ما وقع والو. ولكن انا في عقلي مصممه غدا ندويو معاهم انا واسراء ينقصوا هذا الدخول والخروج. وفعلا غير الصباح مشينا لافاك انا واسراء وعاودت ليها شنو شفت، واتفقنا ندويو معاهم. رجعنا مع الوحده للدار، لقيناهم باقيين ناعسين والدنيا خانزه. فيقاتهم اسراء وخبراتهم باللي كاين. هما اللي ما عجبهمش الحال، ولكن كانوا كيحاولوا يسيرونا ودايرين خطة في راسهم يطبقوها علينا، وحنا كنا غير نية ودغيا دارت بينا. ايوا هند ومروه اللي عرفونا ما غاديش نقبلوا ليهم بهذا الشيء ديالهم. اش غيديروا؟ اي يداخلوا معانا ويوليو صحاباتنا، وعلاش لا يجرونا معاهم لداك الشيء اللي كيديروه. ايوا من داك النهار بداو خطتهم، تقربوا منا ولينا صحابات ولاو كاع بعض المرات كيلبسوا الزيف ويخرجوا بيه. ولكن داك الخروج ما بغاوش ينقصوا منه. الا خرجوا معانا راه كيتستروا، ولكن الا خرجوا بوحدهم راكم عارفين. داز تقريبا السمستر الاولى كامله، خرجوا النقاط كنت فاليديت كلشي انا واسراء، ولكن البنات الاخرين كان كلشي خرج ليهم رات. ولكن الغريب في الامر هو ما كانش عندهم مشكل. كانوا ديما كيقولوا حنا ما جيناش نقراو، حنا جينا ناخذوا راجل ملعق ونمشيو. ايوا داز العام اللي فاليديت فيه كلشي بنقاط مزيانين. الشيء اللي فرح خويا محمد، رجعت للبلاد ندوز العطله. خويا محمد ما جاش هاد الصيف. ايوا لكم ان تتخيلوا كي داز داك الصيف. الملل والنقير ديال بابا. بقيت على تواصل مع البنات وبالضبط مروه. حليت ليها قلبي وبقيت كنعاود ليها كل شيء. هي اللي بقات كتعمر ليا راسي بلي راه خصني نعيش حياتي، خصني ندبر على راسي ونعيش مع حدي صغيره وكل شيء. المشكله ما كنتش فاهمه بلي راه السيده راه كتعمر ليا راسي باش نخرج الطريق. وبدا الشيطان كيدير خدمته كيوسوس ليا. بقيت كندخل الجروبات ديال البنات اللي مصاحباتها، اللي صاحبها شرا ليها وردها، اللي مخرجها مدورها في داك الصيف، ها اللي كتعاود كيفاش مهلي فيها. وهاد الجروبات طبعا كانت كتصيفطهم ليا مروه حيت انا ما كنتش كنعرفهم. ايوا هكاك داز داك الصيف بقينا كندويو انا وياها وتصاحبنا كندويو حتى يصبح الحال، وتقريني وتعاود ليا البلانات ديالها وهكا وهكا. وانا كنت كنتحمس. كملات العطله وكنت اول وحده اللي سافرت للدار فين كنقراو. ومن بعد لحقات عليا مروه. يمكن لكم تقولوا بلي اتفقنا انا وياها نسبقوا، اما اسراء كانت غتجي غير من بعد شهر حيت مات جداها. ايوا بقات مروه تخرجني وتوريني البلايص، ولكن اللي غيصدمكم هو راه حيد الزيف. كانت كتقول لي بلي راه ما كاين اللي غيديها فيا وما كاين اللي غيبغيني هكاك حيت الزيف كيغطي جمالي. ايوا جات هند حتى هي وكملات الباهيه. كنت كنمشي معاهم لافاك ديالهم، تما شافني واحد الصديق ديالهم عجبتو، عرفونا على بعضياتنا. ايوا نقدر نقول لكم كندويو مع بعضياتنا انا وياه. ومن تما هزيتي هي وحطيتي هي وحده اخرى. هملت قرايتي حفاظتي اتصلاتي وليت غير الروايح المكياج. الحاجه اللي نقول ما عمري درتها هي الخروج بالليل والعرا. كان داك شويه ديال الضمير اللي باقي عندي هو اللي متحكم من ديك الناحيه. ايوا جات اسراء
وهنا تصدمات ملي لقاتني بديك الحالة، ولكن ما بيناتش بقينا غير انا وياها، خاصماتني وعيراتني، ولكن لا حياة لمن تنادي. بحال الا كنت في غيبوبة، كنت كنقول غير كتغار مني، ولا هاد الافكار هما اللي زرعوهم فيا هند ومروة باش نتبعهم في طريقهم. كانوا ديما كيقولوا لي راه كتغار منك حيت انت حسن منها. تخاصمنا انا واسراء لدرجه وليت كنبات مع هند ومروه، وخليت ليها البيت. كنت كنشوفها كتحفظ وكتصلي كتنوض الفجر وكتقرا القران وانا ما مسوقاش. دازوا الامتحانات وخرجوا النقط. تخيلوا، تخيلوا بلي خرج ليا كلشي راتراباج. غير تخيلوا اش غنقول لخويا. ايوا مشيت شنو غندير، زورت النقط وصيفطهم ليه وانا كنتحسر. جمعت راسي ديك الساعه وبديت كنحفظ. ايوا دوزت الراتراباج وشنو فاليديت ب10. واش ملاحظين التغير؟ ملاحظين اش وقع ولا لا؟ انا اللي كنت كنجيب 18 19 17 غير باللعب، جبت 10 وغير بزز تاع حدول. اما اسراء فاليدات كلشي من الاول ومشات عند اختها دوزها 15 يوم اللي عطاونا وهي مطمئنه ورافعه راس والديها. في الوقت اللي انا كنت كنحفظ ونراجع للراتراباج، بدا كيتندم معايا الحال، حيت فعلا حسيت براسي كنخون خويا اللي تايق فيا، كنخون ثقته اللي داير فيا. كون ما هو راه كنت دابا في دار راجلي. نسيت اهدافي، نسيت علاش انا هنا. مشيت ديك الليله درت قيام الليل كنبكي وكنشكي لله سبحانه وتعالى ونطلب السماحه، حيت في لحظه طيش كنت غنخرج على راسي، عائلتي، كنت غنمشي في هذا الطريق. حتى لامتى؟ انا غنقول لكم حتى لامتى؟ تتوقع شي مصيبه اللي ما نقدرش عليها تنجيبها في راسي. الحمد لله اللي حط لي اسراء في طريقي، حيت انا باغا نكون بحال اسراء، ماشي بحال هند ومروه. شحال من اسراء في حياتنا كنفرطوا فيها، وشحال من هند ومروه في حياتنا وكنتشبتوا بيهم، ولكن راه خص يكون العكس. ايوا من داك النهار هزيت حوايجي ورجعت للبيت عند اسراء. الشي لا ما عجبش البنات الاخرين، ولكن ما تسوقتش ليهم. مسحت نمرتي القديمه اللي كنت مخلطه فيها القضيه وشريت وحده جديده. رجعت كنلبس زيفي ونحترم راسي ونقدرو. الزيف عمرو ما كينقص من جمالنا، بالعكس السترة زوينه وعمرها كانت خايبه. رجعات اسراء لي في الاول حلفات ما تبقى تدوي معايا، وكانت تلقى تكري واحد اخر وبنات اخرين تمشي عندهم، ولكن حلفت ما نخليها. عاودت ليها كل شيء وبكيت تفشيت، وتفهمتني في الاخير. ما كنتش مستعده نخسر صديقه بحالها. ملي شافتني غاده في طريق ما مزياناش جات نصحاتني وخصماتني. كنت خايفه هاد تصدق ما مزياناش. صدقت انا اللي خفيفه وماشي هي. ايوا باش نتهناو من دوك الكارثات شنو درنا؟ خرجنا كنقلبوا على الكرا، واخيرا لقينا دار زوينه وصغيره فيها جوج بيوت، ليا وليها، ونرتاحوا غير بيناتنا حنا الجوج. دازو ايام وسنين واعوام، ونقدر نقول لكم بلي دابا عندي 30 سنه، استاذه جامعيه للادب الفرنسي في المغرب، متزوجه وام لطفلين. ونقدر نقول لكم باللي حققت الحلم ديالي، وشفت ديك نظرة الافتخار في عيون بابا، ديك نظرة الافتخار اللي من ديما كنت كنحلم بيها، وكنت غنتحرم منها كنت بعد داك الطيش اللي كان فيا. ولكن الحمد لله، الحمد لله على كل حال. نقدر نقول لكم شحال من حاجه تبدلات، شحال من حاجه تبدلات، ماشي غير هي وماشي غير باباتي هي. شحال من واحد كان رافض فكره انه بنته تقرا وتكمل قرايتها وتبني مستقبلها، دابا ولاو باغي الفكره، حيت كيشوفوا نموذج حي قدام عينيهم. شحال من اب في هذه الحياه كان هدفه فقط انه ملي توصل بنته 16 ولا 17 عام يزوجها ويتهنى بالو عليها. دابا لا، دابا باغيين يقريو بناتهم، يحققوا لهم احلامهم. وحتى البنات اللي هي ولات قدوه لشحال من بنت في ديك البلاد. انا كنعاود لكم قصتي باش تستافدوا منها. كاينين صحابات خايبين وكاينين صحابات مزيانين، المهم هو نختاروا صحاباتنا مزيان. كيف ما يمكن يخرجوا علينا يمكن ينقدونا. الصاحب ساحب، اما يجرنا للنار او الجنه. وهذه كانت قصتنا، قصتي هي اللي فيها مجموعه من العبر تفيدكم، خصوصا البنات اللي في عمرتي هي. الى عجبتكم القصه ديروا لايك واشتركوا في القناه، وقولوا لي واش بغيتوا بحال هاد القصص نبقى نديرهم لكم. وقولوا لي حتى شنو هما العبر وشنو هما الدروس، واللي عندها شي قصه بحال هكا تقولها لينا في التعاليق باش نستافدوا جميع. يلا تهلا.